السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم. النهارده بإذن الله عندنا الدرس الأول ثالثة ثانوي إحصاء، ألا وهو درس الارتباط. ويلا بينا نبدأ. طبعا أي درس يبقى ليه تعريفات ولازم نعرفها، فاحنا عندنا أول حاجة تعريف الارتباط. إيه هو تعريف الارتباط؟ قال لي هو طريقة إحصائية يمكن من خلالها تحديد درجة ونوع العلاقة بين متغيرين. يبقى نخلي بالنا إن إحنا هنا في الارتباط يمكن من خلالها تحديد درجة ونوع العلاقة. يبقى إحنا هنا بنحدد درجة ونوع العلاقة. يعني إيه درجة ونوع العلاقة؟ إحنا إن شاء الله دلوقتي هناخد في الدرجة عندنا 3 أنواع للدرجات. أول حاجة عندنا ضعيف، وبعد كده متوسط، وتالت حاجة عندنا قوي. تمام. وعندنا النوع دلوقتي، النوع هو نوعين عندنا، اتجاه طردي او عكسي. طبعا لما نيجي نقول النوع بنقول النوع الطردي او عكسي. تمام. بين متغيرين، ايه هم المتغيرين؟ المتغيرين اللي عندنا س وصاد. يبقى بين متغيرين، المقصود بالمتغيرين س وصاد. تمام. عندنا بعد كده حاجه اسمها الاتجاه الطردي. قال لي فيه المتغيرين المرتبطين يتغيران في اتجاه واحد، أي يتبعان بعضهما في الزيادة أو النقصان. يعني في الاتجاه الطردي هم بيكونوا في اتجاه واحد، يا إما بيزدادوا مع بعض يا إما يتناقصوا مع بعض. وده المقصود بالاتجاه الطردي، يا إما موجب مع بعض يا إما سالب مع بعض، وده الاتجاه الطردي. بعد كده عندنا الاتجاه العكسي. الاتجاه العكسي عكس الاتجاه الطردي. قال لي فيه المتغيران المرتبطين يتغيران في اتجاه متعاكسين أو متضادين، بمعنى يا إما واحد فيهم يزيد والتاني يقل، أو العكس واحد يقل والتاني يزيد. بعد كده عندنا حاجة مهمة جدا وهو معامل الارتباط. معامل الارتباط دوت بنرمز له بالرمز ر. يبقى معامل الارتباط الرمز بتاعه ر. قال لي هو مقياس كمي نسبي يقيس قوة الارتباط بين المتغيرين. يبقى معامل الارتباط هو مقياس كمي نسبي يقيس قوة الارتباط بين متغيرين، واحنا عارفين المتغيرين س وص. وقوة الارتباط هنا يا إما ارتباط طردي أو عكسي بيقيس قوة الارتباط. دلوقتي احنا خدنا حاجة اسمها معامل الارتباط، يعني احنا خدنا معامل الارتباط ورمزنا له بالرمز ر. تمام. قال لي بس خلي بالك معامل الارتباط دوت ليه خصائص. قلت له تمام. ايه هي الخصائص؟ قال لي اول حاجه في الخصائص ان ر بتكون موجبه. قال لي ان ر بتكون موجبه في حاله الاتجاه الطردي. يبقى ر بتكون موجبه في حاله الاتجاه الطردي، بمعنى لما ناخد ان شاء الله دلوقتي المسائل ونيجي نحسب، يقول لك اوجد معامل الارتباط، واحنا بنحل طلع الناتج ر بالموجب. هيقول لك وحدد هنا النوع، نوع العلاقه او النوع هنا، هتقول له اما طردي عكس. لو طلع لك بالموجب يبقى طردي، يبقى نستنتج العكس على طول، ان لو ر طلعت لنا بالسالب يبقى ساعتها الاتجاه عكسي او الاتجاه العكسي. يبقى عندنا في معامل الارتباط لو ر طلعت لي بالموجب يبقى الاتجاه طردي، ر طلعت بالسالب يبقى الاتجاه عكسي. تمام. بعد كده في حاجة قال لي أنا عايز تخلي بالك منها. قال لي إن ر تنتمي من الفترة -1 و1، والفترة هنا مغلقة طبعا. بيقول لي ر تنتمي من -1 ل1. قال لي يعني ر، تمام، قال لي يعني ر أصغر من أو يساوي الواحد، والر أكبر من أو يساوي -1. طبعا هنا -1 يعني مقصود منه في الاتجاه العكسي، والواحد بيقصد منه في الاتجاه الموجب. قلت له تمام. دي بتيجي دايما في الاختيارات يقول لك ر تنتمي ويديك هنا أكتر من فترة، فأنت خلي بالك إن الفترة مغلقة، ممكن يضحك عليك ويخلي لك الفترة مفتوحة في الاختيارات،
ركز هنا، ر تنتمي من الفترة -1 ل1 وفترتين مغلقة. تمام. احنا كنا خدنا في التعريف الارتباط، احنا بنقول ايه؟ هو طريقة إحصائية يمكن من خلالها تحديد درجة ونوع العلاقة. احنا خلاص عرفنا نوع العلاقة، لو جه سألني في نوع العلاقة هقول له يا طردي يا عكسي، ده المقصود بالنوع. طب الدرجة؟ قال لي والله احنا في الدرجة عندنا 4 حاجات. أول حاجة احنا قلنا 3 بس في حاجة هنضيفها. قلنا في الدرجات أول حاجة عندنا مثلا منعدم. امتى اقول لو ر طلعت لي الناتج طلع لي اقول عليه امتى منعدم؟ قال لي بنقول عليه منعدم لو كان الناتج صفر. يبقى لو كان الناتج بيساوي صفر اقول له يقول لي اوجد درجه العلاقه او الدرجه، اقول له ايه؟ منعدم. منعدم ليه؟ لان ر طلعت لي بصفر. تمام. بعد كده عندي تاني حاجه وهو الضعيف. تمام. قال لي الضعيف ده انا عايزك تخلي بالك منه. قال لي انت عندك شويه ارقام، خلاصه القول انا الخص لك الضعيف والمتوسط والقوي على طول. بمعنى اول لما تشوف 1/10، 2/10، 3/10، على طول ضعيف. يعني ايه؟ بنحل مساله وقلت لك اوجد معامل الارتباط، ويسمى اسمين: معامل الارتباط او الارتباط الخطي. يعني ممكن اقول لك اوجد معامل الارتباط او اقول لك اوجد الارتباط الخطي. لو قلت لك اوجد معامل الارتباط ر وانت بتحل ر طلعت لك ب1/10 او 2/10 او 3/10، قلت لك حدد درجه ونوع العلاقه. تمام. الدرجه والله لو طلعت لي -1/10، 2/10، 3/10 فده ضعيف، تقول لي الدرجه ضعيف. اقول لك طب والنوع؟ تقول لي طردي. اقول لك طردي ليه؟ تقول لي طلعت لي بالموجب. عندنا بعد كده احنا اخدنا الضعيف، عندنا المتوسط. المتوسط برضو عندنا 3 ارقام. ماشي. المتوسط عندنا 3 ارقام: 4/10، 5/10، 6/10. طبعا دي رقم 3. المتوسط عندنا 4/10، 5/10، 6/10. ده متوسط برضك نفس الحوار، قيس على اللي قسناه فوق. بمعنى ان لو ر طلعت لك 4/10، 5/10، 6/10، هاجي اقول لك الدرجه هنا ايه؟ تقول لي متوسط. متوسط ليه؟ لان في الحدود دي من 4/10 لحد 6/10. تمام. تعالى رابع حاجه وهو القوي. تمام. القوي هنا عندنا كام؟ كمل بقى: 7/10، 8/10، 9/10. ده ساعتها القوي. يبقى لو الناتج طلع ب 7/10، 8/10، 9/10، يبقى دوت قوي. تمام. طب لو حد جه قال لي افرض ر طلعت بواحد. لو ر طلعت بواحد او بسالب 1، ده ساعتها بسميه ارتباط طردي تام. يعني من الاخر ر هنا 1 يعني بالموجب، ده بسميه ارتباط طردي تام زي الفل. طب لو ر طلعت بسالب 1، ارتباط عكسي تام. يبقى عندنا ملخص سريع كده: معامل الارتباط ليه خصائص. اول حاجه لو ر طلعت لنا بالموجب انا خلاص عرفت ان ده اتجاه طردي. طب لو ر طلعت لي بالسالب اتجاه عكسي. عرفنا ان ر بتنتمي للفتره من -1 ل1 وفتره مقفوله. تمام. عندنا الدرجات: منعدم وضعيف، متوسط وقوي وتام. المنعدم امتى اقول عليه منعدم؟ لو طلع بصفر. الضعيف امتى؟ 1/10، 2/10، 3/10، ده بسميه ضعيف. طب المتوسط 4/10، 5/10، 6/10، اقول عليه متوسط. طب لو قوي امتى؟ لو كان 7/10، 8/10، 9/10. طبعا دلوقتي معانا قانون جديد. اول قانون عندنا في درس الارتباط هو معامل ارتباط بيرسون او معامل الارتباط الخطي ر. ايه هو القانون؟ ر بتقول شرط بكسر:
نون سيجما س ص. نون ديت هي عدد القيم وهناخدها دلوقتي في المسألة. أما السيجما ده رمز احنا من اسمه التجميع، وهو بنقرأه بالعربي مجموع، واحنا عندنا في الرياضة هننطقه بسيجما، يبقى نون وسيجما. فنون سيجما س ص، واحنا عارفين ان السين صاد متغيرين هو بيديهم لي، تمام. يبقى نون سيجما س ص ناقص سيجما س سيجما ص على جذر نون سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. هنا في تربيع، تمام، في جذر نون سيجما ص تربيع ناقص سيجما ص الكل تربيع. خلي بالك هنا بقول لك الكل تربيع، في فرق بين سيجما س تربيع وسيجما س الكل تربيع، تمام، وهنتعرفها في المسألة دلوقتي. يبقى القانون ده مهم، وهو قانون ايه؟ اسمه معامل ارتباط بيرسون، تمام. نسهل شويه في الحفظ ان احنا ممكن نقول نون سيجما س ص، فك السيجما س ص تبقى سيجما س في سيجما ص، تمام، على جذر نون سيجما س تربيع ناقص سيجما س تربيع. اعكس، خلينا هنا س تبقى ص. طب احنا محتاجين مثال عشان نفهم، وناخد مثال علشان نفهم. بيقول لك اوجد معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين س وص وحدد النوع والدرجه، تمام. احنا نكتب القانون اللي استخدمه، القانون بتاع معامل ارتباط بيرسون او معامل ارتباط الخطي اللي هو بنرمز له بالرمز ر. نقول ر بتساوي شرطة كسر نون سيجما س ص ناقص، قلت لك فك، سيجما س سيجما ص، تمام، على جذر نون سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع، تمام. كل ده تحت الجذر في، قلت لك اعكس بقى، يعني هنا س تبقى ص، يبقى جذر نون سيجما سيجما ص تربيع ناقص سيجما ص الكل تربيع، تمام. يلا نعوض. نشوف هنا مدينا نون بكام وسيجما ص بكام س ص، ونشيل ونعوض. اقول له ر بتساوي، تمام، يلا نعوض. نون مديني نون ب 10، احنا قلنا نون عدد القيم، فهو مديني نون ب 10، يبقى 10 فيه سيجما س ص. سيجما س ص، فين سيجما س ص اهي بكام؟ 3060، تمام، ناقص سيجما س. سيجما س لوحدها فين؟ خلي بالك دي هنا سيجما س تربيع، لا احنا عايزين سيجما س. سيجما س ب 360، اقول له 360 في سيجما ص. لا ده هنا تربيع، يبقى مش دي، سيجما ص ب 80، يبقى في 80 على جذر نون ب 10 في سيجما س تربيع. سيجما س تربيع بكام؟ ب 14000، تمام، ناقص سيجما س. سيجما س بس ليه؟ كل تربيع، يعني هنجيب الرقم ونربعه. فسيجما س بكام؟ 360، يبقى اقول له 360 الكل تربيع، تمام، في كم جذر النون بكام؟ ب 10 سيجما ص تربيع. سيجما ص بكام؟ سيجما ص تربيع ب 942، يبقى في 942 ناقص سيجما ص. سيجما ص بكام؟ سيجما ص مديها لي ب 80، يبقى 80 80 الكل تربيع، تمام. نقوم ماسكين الآلة، نقوم ماسكين الآلة بتاعتنا ونحط كل ده في الآلة، يطلع لنا ب 32 من 100، يبقى هيساوي 32 من 100، تمام. أنا ما اتخضش ولا كأنك شايف الرقم ده، وبالنسبة لنا هي كده كام؟ 3 من 10، تمام. 3 من 10 ده ضعيف ولا قوي ولا متوسط؟ لا احنا خدنا ان هو ضعيف، يبقى ساعتها ده ضعيف، تمام. طب طردي ولا عكسي؟ هنا طلع لي بايه؟ بالموجب. لو كانت بالسالب تبقى عكسي، لا هي هنا بالموجب، 32 من 100 بالموجب، يبقى ساعتها اقول له ارتباط
طردي ضعيف. يبقى ارتباط طردي ضعيف. يبقى المسألة ببساطة مديني المعطيات، يدوبك بس اكتب القانون، وخلي بالي لازم اكتب القانون صح. نسيت تربيع عكست وحطيت السيجما س تربيع جوه وعكست يبقى غلط، خلي بالك. وناخد مثال كمان عشان يقول لك جدول الآتي يبين قيمة الأرباح والمبيعات ل10 شركات. تمام. ومديني قيمة المبيعات ومسميها س، وقيمة الأرباح مسميها ص، ومديني الأرقام. تمام. أنا دلوقتي محتاج أعمل جدول 5 أعمدة. طب واحد يقول لي طب ليه أعمل جدول 5 أعمدة؟ هقول لك طب تعالى نكتب القانون ونشوف احنا ليه هنعمل جدول 5 أعمدة. لو جيت قلت لك ر بتساوي، نكتب القانون طبيعي نقول ر بتساوي وشرط الكسر ن سيجما س ص ناقص سيجما س سيجما ص، تمام، على جذر ن سيجما س تربيع سيجما س الكل تربيع في، هنا في ناقص جدع، هنا في ناقص جذر، اعكس بقى اللي هنا يبقى ن سيجما ص تربيع ص تربيع ناقص سيجما ص الكل تربيع. تمام والله زي الفل. انا ليه هنا محتاج اعمل جدول 5 اعمده؟ لان في الجدول يعني الجدول بتاعنا هيبقى اهو، الجدول بتاعنا هيبقى اهو، تمام زي الفل. اعمله 5 اعمده، 1 2 3 4 وده الخامس، مش هيفرق معانا. قيمه اساسيه لازم س وص معانا، علشان خاطر س وص ده هما الاساس، المتغيرين الاساس اللي هنشتغل عليهم. انا هنا في الجدول محتاج اجيب مين؟ محتاج اجيب السين تربيع واجيب الصاد تربيع، تمام، واجيب س ص. اما السيجما دي احنا سميناها ايه؟ التجميع او المجموع. وكلمه التجميع او المجموع بمعنى، انا هنا دلوقتي خلينا نمشي واحده. احنا محتاجين السين تربيع، معانا السين ومعانا الصاد زي الفل. محتاجين مين؟ محتاجين السين تربيع، ومحتاجين مين؟ الصاد تربيع، ومحتاجين مين؟ السين صاد. خلاص يبقى محتاجين السين تربيع والصاد تربيع، ومحتاجين السين صاد زي الفل، تمام. السين والصاد هو مديهم لي اهو، دي السين ودي الصاد، اكتبهم عادي. اقول له 42 45 51 وهكذا، واقوم كاتب له الارقام. تمام. والصاد كذلك مديهاني 22 23 25 زي الفل. يبقى السين والصاد هو مديهم لي، انا ما بكتبش حاجه زياده، تمام. بعد كده الشغل بتاعنا احنا اللي يبدا. هو مديني السين والصاد خلاص، محتاجين نجيب السين تربيع ونجيب الصاد تربيع زي الفل. او ماسك الاله بتاعتي واقوم مربع، امسك الاله واربع السين تربيع والصاد تربيع، تمام. ربع لي السين، ربع لي كده ال 42، امسك الاله وربعها هيبقى 1764 زي الفل. خلي بالك لحسن تربع الصاد وتكتبها في السين يبقى كل اللي انت عملته غلط. بنمسك السين نربعها، ربع ال 42 1764، ربع ال 45 يبقى 2025 وهكذا، نربع ونرجع. بعد ما كتبنا س تربيع صاد تربيع، وخلي بالك لحسن تتلخبط تكتب التربيع صاد التربيع تحطها في السين يبقى الكلام ده كله غلط. جبنا السين تربيع والصاد تربيع، تمام. عايزين نجيب س في صاد، اعمل ايه؟ اضرب السين في الصاد، يعني 42 في 22 ادينا 924 وهكذا، تمام. طب دلوقتي فان سيجما س وسيجما صاد، احنا قلنا السيجما يعني ايه؟ قلنا السيجما بنسميها التجميع او المجموع، يعني اجمع الارقام دي كلها. لو انا جمعت ده وده كله اقدر اجيب السيجما س تربيع. طب تعالى نجمع الارقام دي، لو جمعنا الارقام دي كلها هيديني السيجما س تربيع. يبقى سيجما س تربيع بيساوي اجمع لي الارقام دي كلها هيديني 37000
146. تمام، يبقى انا كده لما جمعت الارقام دي كلها جبت السيجما س تربيع. تمام، تعال نجيب السيجما ص تربيع اهو. السيجما ص تربيع بيساوي اجمع لي الصاد تربيع كلها يديني 7974. يبقى انا كده جبت السيجما س تربيع والسيجما ص تربيع. محتاجين نجيب مين؟ محتاجين نجيب سيجما س صاد. اقول له سيجما س صاد بيساوي اجمع الارقام دي كلها يدينا الرقم ده. تمام، كده انا دلوقتي جبت سيجما س صاد، سيجما ص تربيع، سيجما س تربيع. كل اللي معايا اللي انا اعوض في القانون. طب تعالى نعوض كده في القانون. دلوقتي هو مديني القانون، عايزين اول حاجه نجيب نون. والله نون احنا اتفقنا ان نون عدد القيم. عد لي القيم دي او عد لي الشركات. طب اقول لك، طب هو مديها لنا بيقول لك الجدول الاتي يبين قيمه الارباح والمبيعات ل10 شركات. هو ادهاني اهو، قال لك ل10 شركات نون. طب افرض ما ادهالكش، اجيب نون منين؟ عد الصفوف دي، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 يبقى نون بكام؟ ب 10. طب تعالى نعوض. نقول ر بتساوي نون بكام؟ ب 10. سيجما س صاد احنا طلعناها بكام؟ بالرقم ده، يبقى فيه تمام ناقص سيجما س سيجما صاد. سيجما س سيجما صاد، سيجما س وسيجما صاد احنا نسينا نجيبهم منين؟ سيجما س والسيجما صاد يعني اجمع دودي خلاص. تعالى نجمع السيجما س ونجمع السيجما صاد. لو جمعنا السيجما س، لو قلنا مجموع بتاع السيجما س هيبقى 600. اجمع الارقام دي 42 زائد 45 وهكذا، يبقى جبنا السيجما س. تعالى نجيب السيجما صاد. اجمع الصاد تطلع لنا ب 280 زي الفل. رجع اشتغل طبيعي. السيجما س احنا طلعناها بكام؟ ب 600. يبقى 600 في السيجما صاد بكام؟ ب 280. تمام، على جذر نون ب 10 في سيجما س تربيع. احنا طلعنا السيجما س تربيع بكام؟ بالرقم ده، يبقى فيه او مكاتب الناتج اللي احنا طلعناه. تمام زي الفل. ناقص السيجما او السيجما س، بس سيجما س طلعناها ب 600 بس خلي بالك الكل تربيع، يبقى 600 الكل تربيع في اشتغل طبيعي عادي، انت بتكمل في آلة طبيعي. جذر نون ب 10 في سيجما صاد تربيع. طلعنا سيجما صاد تربيع بكام؟ ب 7974. يبقى 7974 ناقص سيجما صاد. سيجما صاد طلعناه بكام؟ ب 280 بس الكل تربيع، يبقى 280 الكل تربيع. احط الكلام ده كله في الآلة تطلع لي ب 99 من 100. اتفقنا ما تخضش 99 وما خدناش الرقم ده، لا خلي بالك وين الرقم ده مش موجود. كام؟ 9 من 10. 9 من 10 دي كانت ضعيف ولا متوسط ولا قوي؟ قوي. يبقى دوت قوي. تمام، عرفنا الدرجة. طب النوع، والله 99 من 100 دي بالموجب يبقى طرد. طب لو كانت بالسالب تبقى عكسي، يبقى ساعتها اقول له كده ارتباط طردي قوي. بعد كده عندنا قانون جديد وهو اسمه معامل ارتباط الرتب بسبيرمان. معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. تمام، معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. طبعا الرمز بتاعه برضه ر. تمام، خلي بالك التاني كان اسمه معامل ارتباط بيرسون، هنا معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. طب ايه قانون معامل ارتباط الرتب لسبيرمان؟ قال لي ر بتساوي 1 ناقص شرطة كسر فوق 6 سيجما ف تربيع على نون
ن تربيع ناقص 1. يبقى قانون معامل ارتباط الرتب سبيرمان بيقول ايه؟ بيقول ر بتساوي 1 ناقص 6 سيجما ف تربيع على ن مضروبة في ن ناقص 1 في أقواس. تمام. طبعا احنا كل تعريف أو كل قانون بناخده لازم نعرف اللي فيه. تمام. احنا كده كده عارفين إن ن عدد القيم. تمام. حلو. طب ف دي إيه؟ قال لي ف الفرق بين رتب س وص. خلي بالك انا قلت لك ايه الفرق يعني طرح، قلت لك بين ايه رتب، ما قلتلكش الفرق بين س وصاد. ليه؟ لان نظام الحل بتاعنا في جدول، انا هاخد مسائل وفيها جدول، فالجدول بتاعنا خلاص ده رسميا اكيد ان احنا بنيجي نرسم الجدول بتاعنا بالمنظر ده مثلا. تمام. هنا س، هنا صاد، هنا رتب س، هنا رتب صاد، هنا ف، وهنا الف تربيع. تمام. انا الجدول بتاعنا س وصاد، رتب س ورتب صاد وفيه تربيع. طب تمام زي الفل. ليه بقول لك خلي بالك الفرق بين رتب س ورتب صاد؟ عشان لما تجه فيه هنعرف ازاي دلوقتي بنجيب الرتب بتاعه س وصاد وتطرح لي، وليكن هنا رقم وهنا رقم، تطرح الرقمين من بعض يدينا فيه، تاخد الرقم ده تربعه يديك فيه تربيع، تاخد فيه تربيع وتستخدمها في القانون. فخلي بالك لا تتلخبط، لا تحسب الرقم بين س وصاد وتطرح لي بينهم وتحطها في فيه، يبقى الكلام ده كله غلط. تمام. قال لي والله احنا في حكايه رتب س ورتب صاد، قال لي احنا ممكن نجيبهم بطريقتين. اول حاجه نرتبهم تنازليا، قلت له تمام، او نرتب تصاعديا. احنا عندنا في الرتب عشان اجيب رتب س او رتب صاد عندنا حاجه من الاثنين، يا نرتب تنازليا يا تصاعديا، والافضل واللي دايما هنشتغل بيه ان شاء الله اللي احنا نرتب تصاعديا. تصاعديا من الصغير للكبير، تنازليا من الكبير للصغير. تمام. وفي حاجه كمان عايزك تعرفها، ان معامل الارتباط الخطي لبيرسون اللي احنا خدناه اللي قبل كده، قال لي يكون ادق من معامل ارتباط الرتب لسبير مان. ليه؟ لان المعامل الارتباط الخطي لبيرسون بيتعامل مع الارقام ذات نفسها، وهنفهم الكلام ده. اما هنا في معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بيتعامل مع الرتبه، بمعنى لو جينا نرتب س وصاد مثلا، ومثلا قلنا 5 3 2، وهنا مثلا اكن دي س، والصاد قلنا مثلا 7 2 مثلا 0 مثلا، وجينا نرتبهم على حسب الترتيب. فلو جينا نرتب اصغر حاجه هنا الكام؟ الاثنين، فالاثنين ديت ترتيبها هيبقى من تحت مثلا الاول، والثلاثه ترتيبها هيبقى الثاني، وخمسة هيبقى ترتيبها التالت. طب والصاد كان دي س دي صاد ودي رتب السين، طب رتب الصاد رتب لي كده الصاد اصغر حاجه الصفر، وهنا مثلا اتنين وهنا التلاته. المشكله ان هنا الرتب الارتباط لسبيرمان بيتعامل مع الرتبه، يعني دي كانت الرتبه الثالثه، ما بيتعاملش مع الرقم، ما بيتعاملش مع الخمسه. عمالين نطرح هنا نجيب فيه، مش هقول خمسه ناقص، لا انا بتعامل مع الرتبه ذات نفسها، هقول الرتبه الثالثه ناقص كذا. فدي مشكله معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، ان هو مش ادق. معامل ارتباط الخطي لبيرسون هو اللي ادق من معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. طبعا هناخد مثال عشان نفهم الكلام ده. طبعا ناخد مثال على معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. تمام. انا فضلت ان احنا ناخد مثال بالتقديرات احسن من ناخد مثال بالارقام، الارقام هيبقى بسيط شويه وهنشوف المثال ده. بيقول لي في دراسه في دراسه عن مدى العلاقه بين مستوى الطلاب في مادتي الاحصاء والرياضيات، وجد ان تقديرات 6 طلاب في المادتين كالتالي. هو مديني 6 طلاب، تقديرات 6 طلاب. تمام.
حلو زي الفل. بيقول لي اوجد معامل ارتباط الرتب لسبير ماب. تمام. احنا عارفين، احنا قلنا لما جينا خدنا القانون وقلنا ان ر بتساوي 1 - شرطة كسر 6 سيجما ف تربيع على ن مضروبة في ن-1 الكل تربيع. تمام. وقلنا بعد كده احنا مطالبين نرسم بجدول. تمام زي الفل. طب تعالى نرسم الجدول. الجدول بتاعنا اهو. هنا س، هنا ص، هنا س تربيع. تمام. وقلنا مش س تربيع، انا اسف، رتب س. هنا رتب س. تمام. وهنا رتب ص، وهنا ف، وهنا ف تربيع. زي الفل. حلو. السين والصاد التقديرات اللي مديهاني. خلاص تعالى نكتب التقديرات. اول حاجه مقبول، يعني هنسميها مثلا لا. مقبول يعني التقدير بتاعها لا. جيد جدا يعني جيم جيم. ممتاز يعني ميم. جيد جدا جيم جيم. مقبول لام، مقبول لام. تمام. الصاد، الصاد السين اللي هو مداني الاحصاء والرياضيات اللي هي الصاد مش هتفرق. بعد كده الصاد مديني جيد جيد يعني جيم جيم. تمام. جيد جدا جيم جيم. ممتاز يعني ميم. جيد يعني جيم. وضعيف يعني ضاد. تمام. زي الفل. دلوقتي احنا محتاجين نجيب بقى مين؟ محتاجين نجيب رتب س ورتب ص. واحنا قلنا ازاي بنجيب رتب س ورتب ص. قلنا يا اما بالترتيب تنازليا او تصاعديا. واحنا قلنا هنستخدم الترتيب اللي هو التصاعدي. خلاص تعال نجيب رتب س تصاعديا. اقوم كاتب كده رتب س تصاعديا. تمام. بيساوي، احنا عايزين نرتب س او اللي هي الاحصاء تصاعديا. يعني ايه تصاعديا؟ يعني من الصغير للكبير. تمام. اصغر حاجه عندي هنا ايه؟ اللي هي مقبول. اقوم كاتب له مقبول. تمام. وبعد كده مين؟ مقبول. وبعد كده مقبول. حلو. بعد كده مين؟ من الصغير للكبير. جيد جدا جيد جدا ممتاز. بعد كده جيم 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 ومين؟ ومين. مين يعني ممتاز. تمام. احنا هنرتبهم يعني ندي لهم رتب. بمعنى نرتبهم من الصغير للكبير. يعني ده الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع وده الرابع وده الخامس وده السادس. تمام. في حاجه عايزك تاخد بالك منها، ان احنا لما نيجي نرتب، بمعنى السين اول حاجه كانت عندي اللي هي مقبول، رتبها لي في شكل رتب س. تمام. مقبول، اكتب الرتبه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ ما انا عندي متكرره، عندي كلمه مقبول متكرره 3 مرات. يا ترى ادي لها الرتبه الاولى، طب ولا ادي لها الرتبه الثانيه ولا الثالثه؟ وهكذا لما اجي ارتب في الاخير ادي لها الاولى ولا الثانيه والثالثه. قال لي لا، خلي بالك، هنا احنا محتاجين ندي لها رتبه واحده عشان نعوض بيها في رتب س. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي مجموعهم على عددهم. مجموعهم على عددهم بمعنى اجمع 1+2+3 اهو بالشكل ده كده اهو. اقول 1+2+3 على عددهم. عددهم كام؟ 1 2 3 على التلاتة بيساوي 1+2+3 على التلاتة فيها كام؟ فيها الاتنين. حلو. طب وجيد جدا، نفس الحوار متكررة. اللي عملته هنا أعمل مجموعهم على عددهم. يعني هقول 4+5 على عددهم. عددهم كام؟ 2. دي فيها كام؟ ال4.5. تمام. زي الفل. يبقى أنا كده جبت مين؟ جبت رتب س. تعالى نجيب رتب ص. نكتب هنا اهو، نقول رتب ص. تمام. رتب ص تصاعدي.
زي الفل بيساوي صاد. هنا عندنا ايه؟ جيد 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 جدا ممتاز جيد ضعيف. تعال نرتبهم. هنرتبهم ازاي؟ يعني من الاصغر للاكبر. اصغر حاجه هنا مين؟ الضعيف، فاقوم كاتب ضاد. حلو، انت اكتب ضعيف بس عشان هنا خاطر المكان. ضاد اللي هو الضعيف. بعد كده مين؟ الجيد 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 جدا، يعني الجيم جيم جيم. تمام. بعد كده الجيد جدا اللي هو جيم جيم مع بعض دوت مع بعض. وبعد كده الميم اللي هو الممتاز. رتبهم لي بقى. اجي ارتبهم. تمام. ادي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. برضه نفس الحوار. لما اجي ارتب جيم هنا اهو جيد، يا ترى احطها الثانيه ولا هنا؟ خلي بالك في صاد، الجيم هنا في صاد. يا ترى احطها الثانيه ولا الثالثه والرابعه؟ لا، قال لي نعمل نفس الحوار اللي عملناه في رتب س نعمله في رتب صاد. اجمعهم على عددهم، يبقى 2 زائد 3 زائد 4 على عددهم. عددهم كام؟ اللي هو الثلاثه، يديني 3. ده يساوي 3. اما الباقي مش متكرر، هنا الضعيف مش متكرر، جيد جدا وممتاز مش متكرر. كده انا اعتبر خلصت بنسبه كبيره. ابدا بقى احط الكلام دوت في الجدول بتاعي. تمام. رتب س اللي احنا مرتبينها، المقبول كان الرتبه بتاعته كام؟ احنا طلعناها ب2 او معوض ب2. الجيد جدا، الجيد جدا احنا حطينا هنا ب4.5، يبقى الرتبه اللي هي 4.5. تمام. الامتياز ممتاز الرتبه كام؟ الستة. الجيد جدا 4.5. المقبول واحنا قلنا 2 والمقبول 2. خلي بالك رتب س او س بنحطها في رتب س عشان ما تتلخبطش. الصاد الجيد جيد هنا طلعت ب3، يبقى الرتبه الثالثه. الجيد الرتبه الثالثه. طب الجيد جدا كانت الرتبه الخامسه، الخامسه. الممتاز كانت الرتبه السته. الجيد الجيد برضو الرتبه الثالثه. والضاد اللي هو الضعيف الرتبه الاولى. تمام. اجيب فيه منين؟ احنا قلنا فيه هي الفرق بين رتب س ورتب ص. يعني هطرح رتب س ناقص رتب ص. تمام. تعال نطرح كده مع بعض. هنقول 2 ناقص 3. 2 ناقص 3 سالب 1. زي الفل. 4.5 ناقص 3 1.5. 6 ناقص 5 1. 4.5 ناقص 6 سالب 1.5. تمام. 2 ناقص 3 سالب 1. 2 ناقص 1 1. كده انا جبت فيه. محتاجين فيه تربيع. اعمل ايه؟ اربع الارقام دي، اربع السالب 1 1.5 وهكذا. تعال نربع. تربيعة السالب 1 1. تربيعة الواحد ونص 2 وربع. تربيعة الواحد 1. تربيعة السالب 1.5 2 وربع 1 1. تمام. كده انا جبت الحاجات دي. محتاجين ايه؟ محتاجين سيجما فيه تربيع. احنا قلنا سيجما فيه تربيع. سيجما دي يعني التجميع او المجموع، يعني اجمع الارقام دي كلها. ساعتها اقول ان سيجما فيه تربيع بيساوي 8.5. يبقى انا كده جبت سيجما فيه تربيع. دلوقتي ما عادش معانا غير ان احنا نعوض في القانون. تعالى نعوض في القانون. محتاجين نمسح المكان ده عشان نعوض. تمام. عوض يا باشا. اقول له ر بتساوي 1 ناقص شرطة الكسر 6. سيجما فيه تربيع طلعناها بكام؟ ب8.5. اقول فيه 8.5. خلي بالك لحسن تجمع لي سيجما فيه. لا، احنا بنقول سيجما فيه تربيع كام؟ ب8.5 على نون بكام؟ ب6. عشان قال لك مستوى 6 طلاب. لو ما قاليش اعد 1 2 3 4 5 6 يبقى نون ب6 مضروبة في نون اللي هي 6 ناقص 1 الكل تربيع. احط الكلام ده كله في الآلة يديني ر بتساوي 76%. تمام. قلت لك ايه؟ ما تتخضش لو شفت الستة. احنا ما بنتخضش، طبيعي نكمل طبيعي. يا ترى شلنا الستة بقت 7/10. يا ترى 7/10 ده قوي ولا ضعيف ولا متوسط؟
تعالى نفتكر مع بعض. احنا قلنا الضعيف بيبدأ من ايه؟ 1/10، 2/10، 3/10، ده الضعيف. طب المتوسط 3 من متوسط 4/10، 5/10، 6/10. القوي 7/10، 8/10، 9/10. 7/10 يبقى دوت ارتباط طردي قوي. انا ليه هنا قلت ارتباط طردي؟ لان ده عالي بالموجب، لو كانت طلعت بالسالب يبقى ارتباط عكسي. وبكده يكون الفيديو انتهى. يا رب تكونوا استفدتم. تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم. ولو في حاجه واقفه معاك تقدر تكتب لي في التعليقات وان شاء الله هنرد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.